في الشأن الأمني أعلنت وزارة الداخلية تمكن عناصر مديرية الاستخبارات العامة من قتل أحد أكبر تجار المخدرات وأخطر المجرمين المدعو حاتم كريم مدير خلية الإعلام الأمني التابعة للوزارة اللواء سعد معا أشار خلال مؤتمر صحفي إلى أن المجرم ضالع في الكثير من عمليات القتل التي استهدفت العناصر الأمنية في محافظة المثنى، وبين أن قتله كان قد جرى في بادية محافظة النجف الأشرف. بإشراف السيد القائد العام للقوات المسلحة ومتابعة شخصية من قبل السيد وزير الداخلية وبجهد نوعي للمديرية العامة للاستخبارات وأيضا لخلية الصقور، تمكن الأبطال بعد مطاردة استمرت لفترة طويلة من قتل المجرم حاتم كريم. حاتم كريم هو واحد من أخطر المجرمين في محافظة المثنى. أهالي السماوة بصورة عامة عانوا الويلات من هذا المجرم. هذا المجرم ضالع في الكثير من الجرائم، سواء على مستوى المخدرات، على مستوى الابتزاز، على مستوى القتل، على مستوى التهديد. اليوم تم الانتهاء من هذا المجرم بعد تشكيل فريق عمل وبجهد فني. هرب إلى بادية النجف وفي منطقة نائية بعيدة، إلا أن فريق العمل المشكل المتابعة للسيد الوزير وإشراف السيد القائد العام للقوات المسلحة تمكنت قواتنا الأمنية من تطويقه وبالتالي محاولة إلقاء القبض عليه، إلا أنه حاول أيضا بعاله وبتصرفاته وسلوكه الإجرامية أن يقاوم القوات الأمنية ويطلق النار عليهم، إلا أن القوات الأمنية الأبطال من خلية الصقور ومن الاستخبارات تحديدا استخبارات السماوة ضمن المديرية العامة للاستخبارات في وكالة الاستخبارات من قتله.